انت فاكراني اتجننت وجايبه لي دكتور نفساني؟ كنت فاهم ان هم مشوني من الشغل علشان كده تبقى غلطانه. انا سبت شغل بمزاجي علشان انا عاقل مش مجنون. الدكتور النفسي مش دكتور المجانين زي ما فهمتنا الافلام والميديا، الدكتور النفسي وظيفته تحسين جودة الحياة. لو الانسان مزاجه سيء، متوتر، عنده تفكير زايد او صعوبات نوم، ده سبب وجيه لزيارة طبيب نفسي. لو في اسرة عندها مشاكل، زوج غير منسجم مع زوجته، ام غير منسجمة مع ابنائها او بناتها، او حتى بين الابناء وبعضهم، لو في عدم تفاهم، ده سبب وجيه لزيارة طبيب نفسي. لو عندي خوف شديد او قلق او فوبيا، او لو بتعرض لنوبات فزع وبيحصل لي خوف وتعرق وضربات قلب سريعه، ده سبب وجيه لزياره طبيب نفسي. لو عندي اي مشاكل بدنيه في الراس او البطن او الصدر او اي مكان في الجسم، وبعد الكشف عند دكتور الباطنه لم يوجد لها سبب، فده سبب وجيه جدا لزياره طبيب نفسي. وطبعا لو عندي اي مشكله ادمان مسببه لي انسحاب اجتماعي وفشل في مجال الوظيفه او الاسره او الاصدقاء، فده سبب وجيه جدا لزياره طبيب نفسي.